يا معلم حسام، الحلاوه ده يا معلم حسام. احلى يا شيخ عصام. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايدك. الله يخليك يا كبير. انت هتعمل لنا مطبخ ما شاء الله، اول احلى مطبخ شفته في حياتي. اهم حاجه يعجبك يا كبير. تسلم ايدك والله. احلى شيف عصام ابن الاهليه. لا يا اخي، بسم الله ما شاء الله، ده المطبخ الجديد اللي شغال لنا فيه الشيف، شغال لنا فيه المعلم حسام. عاملين لنا مطبخ عالي قوي، شغل حلو خالص ما شاء الله. شايفين شكل المطبخ عامل ازاي؟ لسه طبعا ده مش الفينش بتاعه، لسه الفينش عليه شويه، ولكن المعلم حسام متألق تألق عالي قوي. ان شاء الله يا جماعه، اللي هيعوز يطلب المعلم حسام اوريكم الفينش بتاعه في الاخر، واللي هيبقى حابب اي شغل في المنصوره واجوارها طبعا هيلاقي المعلم حسام. هنزل لكم الرقم بتاعه. هو بصراحه غير المطبخ هنا، عمل فيه شغل عالي قوي. في نفس الوقت احنا كان عندنا مطبخ تاني كنت شغال فيه، بس ان شاء الله هبدا اصور هنا الفيديوهات بتاعتنا الجديده، عشان زي ما انتم شايفين ستايل المطبخ الجديد. ده السقف، ده السقف بتاعنا اهو، شايفينه؟ بس طبعا ده مش الشكل الاخير، ده مجرد لسه على الفينش بتاعه والشين تقريبا. تمام. ودي الحيطان، والحيطان برضك لسه عليها وشين تقريبا. لسه قدام المعلم حسام حوالي يومين او ثلاثه شغال فيه، يعني احنا بس بنوريكم كده بدايات. باذن الله يا جماعه. على ان شاء الله في بدايه رمضان كده، اسبوع في اول اسبوع في رمضان او حاجه، ان شاء الله هتشوفوا الفينش النهائي. ولكن انا حبيت اديكم لمحه عن شكل المطبخ الجديد بتاعنا ان شاء الله اللي هنصور فيه الفيديوهات. ده طبعا المطبخ بتاعنا اهو، ان شاء الله بنركب كمان الدواليب بتاعت المطبخ. المطبخ هيتغير تغير كامل. طبعا حسام عامل لنا هنا الكورنيشه لونها غامق في فاتح، في من جوه غامق في فاتح تاني، ولسه الحيطان هتتعمل رصاصي. طبعا ده لسه ما خلصتش الحيطان زي ما انتم شايفينها كده، الحيطان لسه ما خلصتش، لسه هتاخد كمان وشين. ولكن بصراحه خلى السقف حلو جدا، وبرضك السقف لسه ما اداش الوش الاخير بتاعه. ولكن بسم الله ما شاء الله المطبخ بدا يوضح معانا. هو تقريبا ده تاني يوم شغل لحسام في المطبخ، يعني مش شغال بقاله كتير، ولكن بسم الله ما شاء الله انجز شغل كتير خالص. ما كنتش متوقع الانجاز ده، وفي نفس الوقت ما كنتش متوقع ان هو هينقي لي الالوان المحترمه اللي هو عاملها لي. الوان حلوه جدا متناسقه مع بعضها، وفي نفس الوقت مديه شكل جمالي للمطبخ. اتغير بدرجه 180 درجه ما شاء الله، حاجه حلوه خالص. شايفين شكل السقف عامل ازاي ما شاء الله. طبعا ده عشان مش الوش الاخير لسه، فطبعا النتيجه النهائيه ما هيش ايه، لسه مش ظاهره كويس. ولكن فعلا فعلا المطبخ بقى حكايه. والمطبخ بقى الدولاب بتاع المطبخ هيفاجئكم بشكله الجميل، شكله حلو جدا، يعني حاجه حلوه خالص. ولقينا نقينا له برضه الوان كويسه، وفي نفس الوقت ستايل المطبخ نفسه، الخشب نفسه عاملين طريقه حلوه ان شاء الله. الديزاين بتاعه هيعجبكم جدا. بس اللي عاجبني بصراحه في شغل المطبخ في الالوان اللي حسام نقاها. الالوان ماشيه متناسقه اول حاجه، وفي نفس الوقت كلها الوان فاتح في غامق، مش عامل غوامق جنب بعضها كتير، ومش عامل فواتح جنب بعضها كتير. فتيجي تبص عشان عامل فواتح في غوامق يعني جنب بعض مدرجهم، فاتح في غامق فاتح في غامق، فبتيجي تلاقي المنظر منظر حلو جدا. ولكن كل ده هيوضح معانا في الفينش الاخير. وفي نفس الوقت لما الدواليب بتاعت المطبخ هتركب في الجزء ده، هتلاقوا الدنيا اتغيرت معانا نهائيا. وكمان دواليب الخشب بتاعت المطبخ واكله كمان مع الديكور بتاع الحوائط والسقف، فهتلاقي شكل نهائي حاجه مش عاديه. انتظروا المفاجآت مع المعلم حسام، هيوريكم حاجات جديده خالص. واحنا كده لسه قدامنا كام يوم يا معلم؟ ان شاء الله بكره باذن الله عم اسلم. بكره باذن الله. بكره باذن الله. ان شاء الله بكره ممكن نكون خلصنا من الحوائط والسقف وكده، وقدامه كمان ممكن يوم او اتنين ويورينا الدواليب. يعني ان شاء الله ممكن الفينش بتاعنا يعني قدامه يومين ثلاثه هتشوفوا مطبخ حاجه عجب باذن الله. يعني ما شاء الله عليه حسام عامل شغل حلو خالص. يا رب يعجبكم يا رب. كل سنه ان شاء الله هيعجبكم. وهحط لكم الرقم بتاع حسام، لو اي حد احتاجه في المنصوره او اجوارها هيكلمه. هو شخص محترم جدا، اتعرفت عليه بالصدفه عن طريق واحد صديقي. ولكن بصراحه ما توقعتش الشغل كده، لان هو شاب لسه صغير في السن، فمش متوقع ان هو يبهرني بالشغل العالي اللي هو عامله ده بصراحه. يعني الله يبارك لك. الشغل ما شاء الله. شايفين شايفين عامل السقف عامل ازاي. على فكره الحاجات دي كلها جديده، حسام لسه عاملها، يعني ما فيش حاجه يعني كانت شغاله ولا كانت معموله. يمكن هو اصلا شغال لسه بايديه، هو في حاجات فاتحه، هو شغال لسه بيغمق اهو في الشكل اللي انتم شايفينه ده.
فهو يعني الشغل ده كله المعمول ده يعتبر هو اللي عامله، ولكن ما شاء الله عليه يعني عامل شغل حلو ومتناسق مع بعضه جدا. الاحلى من كده بقى ان هو لما يخلص يشطب الخشب ويحط لكم الخشب ورا هنا كده، انا بصراحه عارف ان انا هلاقي نتيجه كويسه ومرضيه جدا. ليه؟ لان الخشب لسه الوانه انا يعني بشوفها شويه عن شويه بتوضح، الوان الخشب نفسه بتاع المطبخ، فالوان المطبخ مع الوان الحوائط بالالوان اللي هو عاملها ديت هتلاقي حاجه حلوه خالص. يعني حاجه هتشجع اصلا ان الواحد يصور ويطلع كل الطاقه الايجابيه اللي عنده. وهو شخص ابن حلال، لو اي حد يحتاجه هتلاقيني حاطط لكم الرقم بتاع التليفون بتاعه. احنا طبعا من المنصوره، يعني يعتبر المنصوره اجورها اي حد هيحتاج حسام، بس يكلمها بس قبلها بشويه لان حسام بيبقى عنده شغل شويه، ربنا يكرمه ويزيدها يا رب. هو طبعا معاه بيت العمال بتاعته شغالين في الخشب، لان انا طبعا بقول له انجزني عشان احنا بدايه رمضان وسنه طيبين. طبعا رمضان بيبقى فيه يعني بنبقى حابين نحط وصفات كتير لرمضان، فان شاء الله هو بيحاول بقدر الامكان اللي هو ينجزني. الناس اللي شغاله معاه شغاله في الخشب عندي جوه في الشقه، وهو هنا شغال في الحوائط وكده. وان شاء الله باذن الله يومين ثلاثه هنديكوا الشكل الفينش الاخير، وهتبقى حاجه ان شاء الله مفاجاه جدا. هيبقى مطبخ يعجبكم، هيبقى ستايل جديد، وهيبقى ستايل ممكن بعد كده اي حد مثلا عايز يتجوز او عايز يجدد بيته او يجدد مطبخه، هتبقى حاجه جديده. وده مش مطبخي ولا مطبخ بيتي، ده انا عندي مطبخ تاني، بس المطبخ ده انا عملته مخصوص عشان اصور فيه. طبعا هوريكم المطبخ بتاع بيتي برضه شكله عامل ازاي، لكن انا حبيت اعمل ستايل خاص بي يعني، وخاص بقناتي وخاص بشغلي. فان شاء الله هيبقى ده ستايل حلو قوي وستايل عالي يعني ان شاء الله. دي طبعا المطبخ اللي في شقتي انا في بيتي. انا دلوقتي عندي مطبخين في بيتي، مطبخ اللي انا وريته لكم دلوقتي المفروض ان انا هصور فيه الفيديوهات بتاعتي، وده المطبخ بتاع شقتي. فطبعا المطبخ بتاع شقتي انا حاسه يعني ايه، يعني ضيق شويه على التصوير، وفي نفس الوقت الالوان بتاعته مش متناسقه مش ماشيه معايا. والاضاءه بتاعته انا كنت عايز ازود الاضاءه فيه شويه واشتغل فيه، بس بصراحه انا بحب اشتغل في مكان اخد راحتي، وفي نفس الوقت تبقى الدنيا عندي متاحه ان انا اتحرك براحتي وان انا اعمل وصفاتي يعني براحه نفسيه كده. فانا حسيت ان الدنيا هتبقى ضيقه عليا، ولكن هو مطبخ حلو برضك. ويعني انا مش متجوز بقالي كتير، متجوز بقالي 10 سنين، فالمطبخ بتاعي يعتبر جديد لسه. ولكن المطبخ بتاعي يعني ايه مش صغير برضك، ولكن زحمه يعني فيه اكتر من ميكروويف وفرن وبوتاجاز وغسالتين وثلاجه ودواليب فطبعا مع الضغط الحاجات اللي محطوطه فيه، فطبعا تحس ان هو مساحته ضيقه شويه. ولكن المطبخ التاني طبعا يعني انا شايفه يعني ايه هيدي الواحد طاقه ايجابيه اللي هو يطلع كل اللي جواه. فان شاء الله باذن الله ده طبعا المطبخ بتاعي، ان شاء الله باذن الله المطبخ ان شاء الله اللي هنصور لكم فيه هيبقى افضل واحلى، وهيبقى فيه طاقه ايجابيه كده الواحد يعرف ايه يطلع كل الحلو اللي جواه باذن الله. طبعا انتوا شايفين فرق شاسع ما بين المطبخ جوه الشقه وما بين المطبخ الجديد. ان شاء الله هيبقى حاجه حلوه خالص، وهنصوره هنا بقى بقيه الوصفات بتاعتنا. هنتجمع مع بعض هنا ان شاء الله عيلتنا الكبيره، نتجمع هنا ونحط وصفاتنا بكل اريحيه. هيبقى المكان مريح وفي نفس الوقت مساحه كبيره نقدر نتحرك براحتنا ونروح ونيجي ونجيب حاجتنا بسهوله. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله تحفه. الله اكبر الله اعلم.